ده تناجي البطل بتاع فيلمنا، اما ده فبيكون دبيهان. والاحداث بتبدا سنه 1647 وبنلاقي تناجي بيصنع الاسلحه الحربيه مع ابوه وبيعلمه الفنون القتاليه والدفاع عن النفس وبيدربه على استخدام السيوف وعدم الاستسلام. وفي يوم المغول بيهجموا على قريتهم وبيحولوها لكتله نار، وابو تناجي بيقول لابنه خليك مع امك واخوك، وبيخرج يواجه الاعداء وبيفضل يموت فيهم وعايز ينقذ القريه، لكن للاسف بيقتلوه في المعركه. وتناجي بيفضل يدور على ابوه لحد ما بيشوفه مصاب قدامه وبيطلع في الروح وبيطلب منه يكمل المسيره ويحرر الوطن، وبياخد الصور من ايديه وبيلبسه مكانه. وبعد ما بيعدي 17 عام بنلاقي الملك شيفاجي قدر يواجه المغول ويسيطر على 23 حصن، وساعتها بيظهر لنا تناجي بعد ما كبر وبنعرف انه الدراع اليمين للملك شيفاجي، وبنلاقيه موجود مع الجنود وبيعملوا كمين للجيش المغولي اللي بيعدي ما بين الجبال ورايح ينفذ مهمته، وكلهم مستنين الاشاره من قائدهم تناجي. واول ما بيديها لهم بيرموا قوارير النحل عليهم، وساعتها بيكسروها بسرعه وبتهجم على كل الجنود بتاعتهم. وتناجي بياخد رجالته وبينزل عليهم بالحبال لحد ما بيقدر يوصل لهم، ووقتها بيفضل يموت فيهم ومحدش قادر يقف قدام سرعته الكبيره في القتال، وبيستخدم مهاراته اللي اتعلمها من ابوه وهو صغير، وفي النهايه بيتخلصوا من كل الاعداء وبيفوزوا بالمعركه. وبعدها بنروح لمكان الامبراطور المغولي وبيأمر قائد هندوسي بانه يحارب قبيله المرثا ويرجع الحصون اللي احتلوها، وفعلا بياخد جيش مكون من 80,000 مقاتل وبيكونوا في الطريق لتنفيذ المهمه. وبعدها بنروح لقلعه كندانا وبنلاقي الملك شيفاجي شايف المغول محاصرينه من كل الاتجاهات، وساعتها بيتأكد ان عددهم كبير ومش هيقدر يقف ضدهم، وبيقرر يتنازل عن كل الحصون وبيركب حصان وبيروح لهم علشان يعمل معاهده. وتاني يوم تناجي بيعرف ان المغول سيطروا على الحصون وأسروا الملك شيفاجي، وفي نفس الوقت المغول بيدخلوا قلعه كندانا وام الملك شيفاجي بتكون هناك، وبيأمروهم يسيبوا المكان لو عايزين يحافظوا على حياتهم. والحرس بيستعد علشان يدافع عن الملكه، لكن بتتدخل في اللحظه الاخيره وبتوافق تبعد عن الحصن. ولما بتكون ماشيه بيقولوا لها تلبس الحذاء بتاعها علشان الشمس ما تحرقش رجلها، فبتقول لهم انا هفضل حافيه لحد ما حصن كندانا يرجع لنا من تاني. وبعد مرور 4 سنين بنلاقيها شايفه القلعه ومش قادره تنسى الاهانه بتاعتها. وبعدها بنروح لمملكه المغول وبنلاقي الامبراطور بيلعب شطرنج لكن باستخدام البشر، وساعتها بيظهر دبيهان قدامنا وبيقدر يخلص على كل اللاعبين، لا وكمان بيقتل فيل حقيقي بدل فيل الشطرنج. ووقتها بيجي الليل والامبراطور بيكون نايم ودبيهان الحارس على المكان بتاعه، وبنشوفه بيقتل مجموعه من الخونه وبيستخدم قوته الكبيره ضدهم. واول ما بيصحى ملك المغول بيلاقيه بيدافع عنه وبيعرف انه انقذ حياته. وتاني يوم دبيهان بيروح للديوان الملكي والجنود بيفرشوا الخريطه تحت رجليه، والامبراطور بيطلب منه يمشي عليها، وفي لحظه معينه بيخليه يقف على الخريطه وبيعينه قائد على حصن كندانا لانه شجاع وعايز يخليها عاصمه الجنوب، وبيسلمه مدفع كبير يقدر من خلاله يدمر اي مستوطنه، وبيأمروا ياخدوا لقلعه كندانا علشان يدمر حصن راشجارد. وبعدها بنروح للملك شيفاجي اللي قدر يهرب من المغول، وفي جاسوس بينقل له كل اللي بيحصل في الامبراطوريه، وبيجتمع مع القاده وعايز يمنع وصول المدفع لكندانا باي طريقه، وبيعرضوا عليه ان تناجي ينفذ المهمه ضدهم، لكن بيرفض لانه بيحتفل بخطوبه ابنه والاول مره بيفرح من سنين. وفعلا بنروح لتناجي وبنلاقيه عمال بيرقص وبيغني، وبنتفاجئ ان العريس عيل صغير ومحدش يقول لي ازاي هيتجوز، وخلينا نكمل فيلمنا. وبعدها بيجي الليل وتناجي بيمسك السيف اللي اداهوله ابوه وبيفتكر كل ذكرياته معاه، ومراته بتروح تهون عليه لانه زعلان، وهو بيعرفها ان حلمه ينفذ وصيته ويحرر الوطن. ومن ناحيه تانية بنلاقي دبيهان في الطريق لقلعه كندانا وبيعسكر هو والجنود بتوعه، وبنشوفه خاطف واحده اسمها كمال بعد ما قتل جوزها لانه بيحبها وبيفرض نفسه عليها وبيهددها بالموت. وتاني يوم تناجي بيكون على الحصان ومعاه ابنه رايحين لقصر الملك شيفاجي، واول ما بيوصلوا له بيشوفهم وبيرحب بيهم وهم بيعزموه على حفل الزفاف. وام الملك بتوصل وبتدي تناجي بركاتها، وبنلاقيها بتعامله زي ابنها بالظبط، وهو بيشكرهم على كل حاجه بيعملوها معاه. ولما بيمشي مع الملك بيلاقي الجنود بتصنع الاسلحه الحربيه وبيسال هو في حرب ولا ايه، والملك بينفي كلامه، فبيمسك الرمح وبيقول اللي هيكسر الشجره هيقود المعركه، وفعلا بيسيب الهدف بتاعه بكل سهوله. ووقتها بيوصل بيسل المكان وبنعرف انه بيكره تناجي وعايز يتحداه ويقف قصاده، وفعلا الاتنين بيتحدوا بعض وتناجي بيقدر يضربه وبيخلي شكله وحش جدا قصاد الناس.
وبيقول للملك ايه المهمة لكن ما بيردش عليه. وتاني يوم بيتنكر في دور كاهن وبيسأل شيفاجي ليه مش عايز تناجي يقود المعركة، فبيعرفه ان ابنه هيتجوز قريب جدا. ووقتها بيظهر بشكله الحقيقي قصاده وبيفضل يترجى الملك وامه علشان يكلفوه بالمهمة، وفعلا بيوافقوا وبيسمعوا كلامه، وهو بيوعدهم هيرجع حصن كندانة من تاني. وبيجتمع بالقادة وبيحط خطة بانهم يهجموا على جيش دبيهان قبل ما يوصل للقلعة، وبيعرفوا انهم هيمروا من طريق شردون. ومن ناحية تانية بيسال بيخون المملكة وبيبعت رسالة مع واحد من رجالته علشان ينبه دبيهان. واول ما بيجي الليل بنلاقي الجاسوس وصل لدبيهان وبيعرفوا اللي حصل، وبيكتشف ان جيش المرثى مستنيهم في طريق شردون. وفي نفس الوقت بيوصل مخبر دبيهان وبيأكد على كلام الجاسوس. وتاني يوم جنود المرثى بيعملوا الكماين وبيحطوا البارود على الارض لتنفيذ المهمة، وبيستعدوا وبيكونوا في انتظار الجيش المغولي لحد ما بيلاقوهم موجودين قدامهم ومستغربين ان عددهم قليل جدا. ووقتها تناجي بيدي الامر بالهجوم، فبيولعوا السهم وبيرموه وبيقدروا يفجروا المدفع، والجنود بيهجموا عليهم وبيبداوا يموتوهم وعايزين ينتقموا منهم. لكن تناجي بيتفاجئ ان ايديهم مربوطه، لا وكمان مكممين بقهم، وبيعرف وقتها انهم جنود المرثى واتعرضوا للخيانه، وبيكون متضايق جدا ومش قادر يستوعب اللي بيحصل. وفي نفس الوقت بنلاقي جيش دبيهان في النهر ومعاه المدفع بتاعه بعد ما قدر يضحك على تناجي. وبعدها بنروح لجنود المرثى وبيعملوا مراسم الجنازه لاصحابهم اللي قتلوهم عن طريق الخطأ، وتناجي بيكون زعلان وبيأمر اخوه يرجع للمملكه ويجهز الجيش، ولو الملك سأل عليه يعرفه انه هو مش هيرجع غير لما يموت دبيهان. ولما بنروح لقلعه كندانة بنلاقي المدفع موجود في المكان، ودبيهان قدر يحقق هدفه وجاهز علشان يدمر حصن راشجارد. وبعدها بيجي الليل وبنشوف تناجي بيبص لحصن كندانة ومش عارف ازاي هيسيطر عليه، والكان بيقول له على ممر سري موجود في سجن القلعه ومتغطي بالشجر ومحدش عارف مكانه. وساعتها تناجي بيفكر في خطه علشان يقتحمه. ومن ناحيه تانية بيوصل لدبيهان وبنلاقيه ماسك جندي كان نايم في خدمه الحراسه بتاعته، ووقتها بيوقعه من فوق القلعه وبيقول لرجالته اي غلطه هيكون تمنها الموت. ولما بنروح لقبيله الجندي اللي مات ما بيكونوش لاقيين جثته لحد ما بيشوفوا تناجي داخل عليهم وشايله على كتفه، وهو الوحيد اللي قدر يرجعه، وبيعرض عليهم يتحدوا معاه علشان يقضوا على المغول ويرجعوا حصن كندانة من تاني. وكلهم بيوافقوا على كلامه، خاصة أول ما بيعرفوا إنه قائد المرثى. وتاني يوم بنروح لمهرجان في قلعة كندانة، وتناجي بيفضل يرقص ويغني مع الناس وبيمثل كأنه واحد منهم، ودبيهان بيتفرج عليهم ومش قادر يتعرف عليه لحد ما بيقدروا يحاصروا المكان. وفي الوقت ده بيكشف عن شخصيته الحقيقية وبيعرفهم إن اسمه تناجي، ودبيهان بيأمر الجنود يقبضوا عليه. ووقتها بياخدوه لسجن القلعة وبيفضلوا يعذبوا فيه بأبشع الطرق، وهو بيشوف الشجرة موجودة قدامه اللي الكاهن عرفه مكانها، ودبيهان بيحاول يهدده لكن ما بيكونش خايف منه بالرغم من انه اسير. ولما بيقرر يموته جاجات بيمنعه وبيقول له وجوده هيساعدنا في الانتصار، فبيغير رأيه وبيقتل زعيم القبيلة اللي خانه، وبيتعهد قدامهم بانه هيدمر الملك شيفاجي. ومع الوقت بنلاقي تناجي لسه مربوط ومش قادر يتحرك، وجاجات بيروح يساعده وبيتكلم معاه وبيترجاه ينقذ اخته كمال من الاسر، وبيعرفوا انهم من عيله ملكيه، ودبيهان كان ابن الوزير بتاعهم. وفي يوم اعترف لكمال بانه بيحبها لكنها بترفض ترتبط بيه علشان امه في الاساس كانت جاريه، فبيرجع لامه وبيحضنها وبيكون زعلان جدا. وساعتها بيسيب القصر وبنلاقيه ماشي في الصحراء، وبعد فتره رجع لهم تاني مع جيش المغول وقتل جوز كمال وخطفها غصب عنها. وتناجي بيوعده هيحرر اخته من الاسر وبيحددوا اليوم اللي هينفذوا فيه المهمه. وفي الوقت ده تناجي بيهرب وبيتنكر في زي جندي مغولي لحد ما بيروح للشجره اللي ممكن تخرجه بره الحصن، وفعلا بيدخل جواها وبيعرف الممر السري نهايته بتوصله لفين، وبيلاقي نفسه على قمه جبل والمهمه شبه مستحيله، والجنود بيفضلوا يدوروا عليه لكن للاسف بيكون اختفى. واول ما دبيهان بيعرف انه هرب بيكون متضايق جدا وبيأمرهم يرجعوه في اسرع وقت. وبعدها بيطلع الصبح وتناجي بيوصل قريته من تاني، وبيعرف من اخوه ان الجنود مستعده للقتال، وبيبلغهم ساعتها بميعاد تنفيذ المهمه. وجاجات بيقابل اخته وبيعرفها بخطه تناجي وبيقول لها لازم توافقي على جوازك من دبيهان علشان نشغله في يوم الهجوم. وبعدها بنروح لدبيهان وبنلاقيه عايز يموت الحراس اللي تناجي هرب منهم، وقبل ما يصدر قرار التنفيذ بيلاقي جاجات داخل عليه وبيعرفه ان اخته وافقت تتجوزه في يوم الاشتامي، وهو بيكون فرحان جدا ومش قادر يصدق نفسه. وبعدها تناجي بيقابل ابنه وبيديله الصور اللي خده من ابوه
زمان علشان يستعد للمعركة. ووقتها بيطلع للجنود وبيحمس فيهم وكلهم بيهتفوا باسم المملكة. ولما بيجي الليل بيحط خطة الاقتحام معاهم وبيعرفهم الأدوار اللي هيقوموا بيها لتنفيذ المهمة، وكلهم بيتعهدوا على النصر. وفعلا بيبدأوا في صعود الجبل، وأول مجموعة بتوصل للممر السري وبيدخلوه، وتاني مجموعة بتتركز على باب الحصن للاقتحام. أما المجموعة الأخيرة فبتتسلق الجبل وبيمشوا على حافة المنحدر وبيعرضوا حياتهم للخطر. وتناجي بيوصل لقمة المكان وبيكون جاهز لتحرير حصن كندانا. وفي نفس الوقت دبيهان والجنود عمالين بيرقصوا وبيغنوا، وكمال بتقابل أخوها وبنشوفها خايفة وهو بيحاول يطمنها. وساعتها تناجي وجيش المرصى بينتشروا في المكان وبيبدأوا يموتوا في المغول وبينتقموا منهم. والمجموعة الأولى بتخرج من الممر السري بسرعة وبتكون في اتجاه لبوابة الحصن، وبيحاولوا يستخدموا الأسهم للدفاع عن نفسهم. وفي نفس الوقت جنود المرصى خارج المكان وفي انتظارهم لحد ما بيقدر واحد منهم يفتح لهم باب القلعة بسهولة. ووقتها دبيهان بيعرف ان المرصى اقتحموا الحصن وبيكون متضايق جدا. وبعدها بيحصل حروب وصراعات كتيرة ما بين الجيشين لحد ما بيوصل دبيهان وبيبدأ يتخلص منهم واحد واحد، ومحدش بيكون قادر يقف قصاده او يسيطر عليه، وبيستخدم قوته الكبيرة جدا ضدهم. وتناجي بنلاقيه بيدافع عن نفسه وكل اللي بيقف قدامه بينتقم منه. وبعدها بيقدر يفتح باب الحصن الرئيسي وبيدخل الجنود. وفي الوقت ده دبيهان بيوجه المدفع في اتجاه حصن راشجارد وعايز يدمرهم، والملك شيفاجي بيكون واقف في الاتجاه التاني. ودبيهان بيمسك النار وبيروح يولع في فتيل المدفع علشان ينفجر. وساعتها تناجي بيشوفه موجود قدامه فبيركب الحصان بسرعة وعايز يمنعه بأي طريقة بالرغم من انه مصاب. وهما الاتنين بيطيروا في اتجاه بعض، وتناجي بيقطع فتيل المدفع لكن بيخسر ايديه فبيلف عليها الشال بتاعه وبيقدر يداريها. ووقتها بيدخلوا هما الاتنين في صراع مع بعض، وكل واحد منهم بيحاول يموت التاني ويخلص عليه. وبيبان فرق القوة الكبير جدا لصالح دبيهان، وتناجي بيكون مصاب ومش عارف يدافع عن نفسه. وفي الوقت ده بيستجمع قوته وبيبدأ يضرب في دبيهان وعايز ينتقم منه. ووقتها بيربطه في المدفع وبيحاول يسيطر عليه لحد ما بيقدر يوقعه من فوق الحصن، وبالشكل ده بيتخلص منه وبيموت. وساعتها بيقع على الارض بعد ما قدر يرجع قلعة كندانا. والملك شيفاجي بيروح له بسرعة وهو بيسلمه حذاء الملكة علشان ترجع للحصن من تاني. وبالشكل ده بينفذ وصية ابوه وبيحرر الوطن. وفي النهاية بيكونوا مصممين ان ابنه الصغير يتجوز وبيعملوا له مراسم الزفاف. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.